اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى نعمل أكلة جميلة كده وخفيفة، وهي المسقعة المصري الجميلة اللي كلنا بنحبها. طريقة سهلة جدا وبسيطة. هنبدأ مع بعض بأول حاجة المكونات: بتنجان رومي، فلفل رومي، بطاطس، ولو عندك طبعا فلفل حراق ممكن تضيفيه. أول حاجة نجيب البتنجان، هنقطع كده البوز بتاعه وهنقسمه نصين بالطول، وهنبدأ نقطعه طرنشات. لو انت حباه مدور بنفس حجمه كده برضو ممكن تقطعيه طرنشات مدورة. هنا خدنا بتنجانية الاول، وهناخد بتنجانة تاني. طبعا بقى على حسب العدد عندك، حابة تبقى 2 3 زي ما تحبي يعني. قطعنا البتنجانة التانية بنفس الطريقة طرنشات كده، وخلصنا كل البتنجان. نبدأ بقى نرش عليه ملح علشان خاطر ينزل كل المية اللي فيه، لان طبعا المية اللي فيه بتخليه يشرب زيت كتير، وهنسيبه شوية على جنب. وهنا بقى جبنا الفلفل الرومي، هنبدأ نقطعه طرنشات كده تخينة شوية عشان تبقى حلوة معايا في الصينية. قطعت حوالي 3 فلفلات رومي، وطبعا لو في فلفل حراق تخليه زي ما هو كده. وهنا بقى هنجيب البطاطس نقشرها. انا هنا استخدمت بطاطسية واحدة كفاية عشان هي كانت كبيرة. لو انت بتحبي البطاطس اكتر تقدري تزودي براحتك. قشرت البطاطس وقطعتها صوابع بالشكل ده كده عشان احمرها. في ناس ممكن تقولك انا عايزة اعملها حلقات كده او دواير زي البتنجان بالظبط، برضو انت وراحتك والشكل اللي انت تحبيه. هنا بقى التكة الجميلة علشان خاطر البتنجان ما يشربش زيت خالص، وهقلهولكوا بأقل كمية زيت هتشوفيها معايا. هبدأ ان انا اضيف 2 معلقة كبار نشا. النشا بتعمل عازل، مبتخلوش يشرب زيت كتير. وهبدأ ان انا اضيفها على البتنجان، احاول ان انا اغلف كل البتنجان بيها. هنا بقى بشوف الزيت بتاعي سخن علشان اول حاجة هقلي البطاطس. انتوا شايفين هنا ان الزيت كتير، ده عشان خاطر البطاطس احمرها فيها. وهنا البطاطس اتحمرت وبقت جميلة ومقرمشة. هبدأ ان انا اصفيها من الزيت واخرجها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هقدر ان انا احمر البتنجان في كل كمية الزيت دي، فهشيلها كده في حاجة، في طبق او كزرونة او اي حاجة عندك. وهبدأ ان انا احمر في حوالي 2 معلقة زيت كده اللي انتوا شايفينهم بالظبط. ضفت بقى الفلفل الاول. طبعا الفلفل ما بيحتاجش حاجة، في ثواني بيتحمر. حمرت الفلفل هنا 2 معلقة زيت بس، مش عايزين نكتر لان طبعا الزيت غالي. وهنبدأ نصفيه، هنصفي الفلفل كده كويس من الزيت. برضو لسه الكمية بتاعت الزيت موجودة عندي، انا نضفتها من البذر بتاعي نفس الكمية. وهبدأ ان انا اضيف فيها البتنجان. طبعا دي اهم خطوة انا هجيبها لكم كلها، عشان خاطر محدش يقول لي لا دي ضافت زيت او حاجة. لا، هما 2 معلقة الزيت دول انا هقلي بيهم البتنجان زي ما انتوا شايفين بالظبط. مش هيشرب معايا الزيت، مش هيحتاج زيت كتير لان النشا عملت عازل كده. وهنا بقلبه على الجنب التاني احمر معايا. وطبعا اللي اتحمرت من الجنبين هشيلها كده. بقى هشيل البتنجان اتحمر معايا زي ما انتوا شايفين، بوريهولكم من كل جنب. بقى جميل جدا، مش شارب زيت وخفيف. هضيف بقى 2 معلقة زيت كمان علشان الطاسة التانية للبتنجان بنفس الطريقة. هرص البتنجان كله في قلب الطاسة. طبعا مفيش اوفر ولا احسن من الطريقة دي، ما خدتش زيت معايا كتير خالص زي ما انتوا شايفين.
هبدأ بقى ان انا اقلب البتنجان على الجنب التاني اللي اتحمر. وطبعا لو حسيت ان هو محتاج مني معلقة زيت او حاجة كده بسيطة على الجنب التاني مفيش مشكلة، ممكن اضيفها، انما انا مش ضايفة زيت كتير، فعشان كده انا ضفت معلقة تاني زيادة على الوش كده. وهنا اتحمر معايا وبقى لونه جميل جدا، وشلت كل الكمية من الطاسة. وهنا بوريكي الخطوة تاني علشان خاطر ما تقوليش ان انا عملت اول كمية كده وخلاص وقليت في الباقي زيت كتير، لا ابدا، كله بنفس الطريقة، لاني برضو انا عايزة احافظ على الزيت بتاعي. وهنا اتحمر معايا، هقلب على الجنب التاني بنفس الطريقة. انا هنا خلصت كل الكمية، اتحمرت معايا، ما خدتش زيت كتير خالص معايا، حوالي 6 معالق 7 معالق زيت. يعني انا عملت المسقعة كلها بحوالي نص كوباية زيت مش اكتر. طبعا مفيش اوفر ولا احسن من كده، كلنا عارفين ان المسقعة اكتر حاجة بتشرب زيت. يا رب الخطوة دي تكون عجبتكم واقدر افيدكم فيها. وطبعا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والشير، وتقولوا لي رأيكم في الطريقة بعد ما تجربوها. هنا بقى هنضيف حوالي معلقتين زيت تاني علشان خاطر اعمل صلصة المسقعة، وهضيف حوالي 4 فصوص ثوم ناعم، وهبدأ ان انا اقلبهم لحد ما يتحمروا معايا. طبعا مش هغمقهم قوي، اول ما تتحمر معايا بالشكل ده هضيف عليها معلقة خل واحدة، معلقة واحدة كده، بتديني طعم جميل قوي للمسقعة وبتخلي التست بتاع الصلصة عالي قوي. ضفت بعد كده الطماطم بتاعتي، عصير الطماطم او الصلصة اللي عندك، وسبتها لحد ما تسبكت. وبعدين هضيف عليها التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسمر وكمون، مش اكتر من كده. وبعد شوية طبعا هضيف نص معلقة سكر عشان الحموضة بتاعت المسقعة. بعد ما اتسبكت معايا ضفت لها كوباية مية عشان خاطر تبقى خفيفة شوية. طبعا زي ما تحبي بقى، عايزاه اخف من كده تقدري تضيفي براحتك. وبعدين بعد ما غليت ضفتها في الصينية بتاعت المسقعة، وهبدأ ان انا ارص البتنجان بتاعي. اول حاجة هعمل طبقات كده بنفس الشكل، يعني راق بتنجان، رص البتنجان كله في الاول، وبعدين البطاطس، يعني عشان تديني شكل جميل معايا كده وتعجبكم كلكم. بعد ما حطيت البطاطس ضفت عليها الفلفل طبعا اللي اتقلى، او الفلفل اللي حمرته بالشكل ده. لسه في كمية بتنجان برضو، هفضل ان انا ارص طبقات كده لحد ما كل الكمية اللي عندي تخلص. بتنجان وبعدين البطاطس، لان طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجة يكون شكلها جميل قدامنا علشان نفسنا تتفتح. خلصت كل الكمية، البتنجان والبطاطس والفلفل، وهبدأ ان انا يعني اضغط عليهم كده علشان الصلصة تظهر على الوش. بعد كده اكون مسخنة الفرن بتاعي، وهبدأ ان انا ادخل الصينية في الفرن، يعني يا دوبك كده تتحمر بسيط تاخد وش. وهنا المسقعة بتاعتي استوت وبقت جميلة جدا وشكلها جميل ويفتح النفس. وطبعا بحب اقدم معاها الجرجير، بيبقى طعمه جميل جدا مع العيش المحمص. وهنا بقى هنغرف طبق وهوريكم البتنجان جميل والبطاطس طرية معايا، بحاول ان انا اطلقوا عليها عشان اوريها لكم طرية معايا كده وطعمها جميل جدا. وهنا بدوقها معاكم واتمنى انها تعجبكم وتكون خفيفة كده وبألف هنا وشفا. وشكرا جدا ليكم، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير الجميل بتاعكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم،
فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب تصيب به من تشاء